مفاجأة، إصابة أحمد فتوح ممكن تتحول لمكسب كبير للزمالك. إزاي الكلام ده؟ هقولك. لسه الغموض مسيطر على موقف أحمد فتوح لاعب منتخب مصر بعد الإصابة اللي اتعرض لها في ماتش إيران ببطولة كأس العالم 2026، واللي أثبتت الفحوصات إنها عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، وبالتالي هيتأكد غيابه عن مواجهة استراليا في دور ال 32. وفي الوقت الحالي في اختلاف في التقديرات الخاصة بمدة غياب اللاعب. بعض المصادر أكدت إن الجهاز الطبي بيحاول يجهزه بأسرع وقت ممكن على أمل يلحق يلعب لو منتخب مصر نجح في التأهل لدور ال 16، لكن في المقابل في تقديرات تانية بتقول إن فترة التعافي ممكن تستمر لأكتر من 28 يوم، وده معناه إن مشوار فتوح بالبطولة بنسبة كبيرة هيكون انتهى. ولو اتأكد بشكل رسمي إن أحمد فتوح هيغيب لمدة تزيد على 28 يوم بسبب الإصابة اللي تعرض لها أثناء مشاركته الرسمية مع منتخب مصر في كأس العالم، هيبقى من حق نادي الزمالك يتقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على تعويض مالي، وهيكون طلب الزمالك مستند للوائح برنامج حماية الأندية، واللي بتنص على تعويض الأندية في حالة تعرض أي لاعب للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلده خلال فترات التوقف الدولي أو البطولات الرسمية، بشرط إن مدة غيابه بسبب الإصابة تتجاوز 28 يوم.